أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. من أكتر المشاكل اللي بتقابلنا في التصميم من الهاتف هي ضعف جودة التصميم، وعشان كده في الفيديو ده هنعرف ازاي نرفع جودة التصميم من الهاتف بطريقة سهلة وبسيطة، وهنعرف ازاي نرفع جودة التصميم من كده لكده بكل سهولة. وعشان نرفع جودة الصور أو التصميم من الهاتف لازم التصميم بتاعي يمر بثلاث مراحل. بس قبل ما نشرح الثلاث مراحل بالتفصيل عاوزين نوصل الفيديو ده ل2000 لايك في أول يوم، عشان الفيديو ده مش هتلاقي زيه في اليوتيوب، وانت هتشوف النتيجة بنفسك في آخر الفيديو. ويلا بينا نبدأ. المرحلة الأولى بتكون قبل التصميم، واتكلمنا عنها قبل كده وقلنا عشان تكون جودة التصميم عالية لازم تستخدم ملحقات جودتها عالية. طب ايه الخطأ اللي بنعمله كلنا؟ انك بتروح تبحث عن الملحقات في جوجل، وطبعا الملحقات ديت بتكون جودتها منخفضة جدا. طيب اجيب ملحقات جودتها عالية منين؟ في مواقع كتير ممكن تجيب منها ملحقات جودتها عالية، زي مثلا هاي كليب بارت وفريبيك ومواقع كتير، واحنا شرحنا المواقع ديت بالتفصيل في الفيديو ده، وعرفتك تكتب ايه في البحث عشان تلاقي الملحقات اللي انت عاوزها. هسيب لك رابط الفيديو في الوصف، وهسيب لك رابط المواقع برضو. المرحلة التانية بنرفع فيها جودة التصميم بعد عملية التصميم. بعد ما تستخرج التصميم هنستخدم أداة أبسكيل ميديا. الأداة ديت ممكن تنزلها كتطبيق على الآيفون أو الأندرويد، أو تدخل على الموقع على طول. هسيب لك رابط التطبيق ورابط الموقع في الوصف. والأداة ديت هتفيدك جدا جدا لأنها بترفع جودة التصميم والصور بدرجة كبيرة. انا هشتغل على الموقع على طول، ونفس الشغل اللي هنعمله على الموقع ممكن تعمله على التطبيق. لما تفتح الموقع او التطبيق هتلاقيه بالشكل ده. بعد كده هتضغط على ابلود ايمج عشان تختار التصميم اللي محتاج ترفع جودته. انا هختار التصميم ده، وزي ما انت شايف جودة التصميم ضعيفة جدا وفي بكسلة جامدة. بعد ما تضغط على ابلود ايمج هتختار التصميم. بعد كده هيقولك اختار الصورة المشابهة عشان يتأكد انك انسان مش روبوت، والموقع او البرنامج هيبدأ يرفع جودة الصورة. هتستنى لما يخلص، ودي النتيجة زي ما انت شايف. المربع اللي على اليمين ده بعد رفع الجودة، والمربع اللي على الشمال ده قبل رفع الجودة. زي ما انت شايف التفاصيل كلها ظهرت والبكسلة راحت. طب هو كده البرنامج رفع لي جودة التصميم للضعف بس، فهضغط هنا واختار 4 أضعاف، واستنى لما يخلص. هنلاقي جودة التصميم زادت برضه والتفاصيل ظهرت. وعشان نزود الجودة أكتر هنخلي Enhance Quality على On. بعد كده هضغط على Download Image عشان أنزل التصميم. وتعالوا نشوف النتيجة قبل وبعد. ده التصميم قبل رفع الجودة كان فيه بكسلة جامدة، وده التصميم بعد رفع الجودة التفاصيل كلها ظهرت ومهما أعمل زوم مفيش بكسلة. بعد كده نيجي للمرحلة التالتة، وفيها بنرفع جودة وقوة الألوان. ساعات بنلاقي ألوان التصميم باهتة وده بيخلي جودة التصميم ضعيفة. هنستخدم برنامج لايت روم عشان نحسن الألوان وبخطوات بسيطة جدا، ورابط تحميل البرنامج في الوصف. واحنا كنا شرحنا البرنامج بالتفصيل في فيديو سابق هتلاقيه في الوصف برضه. بعد ما نفتح البرنامج هنضغط على علامة الزائد ديت، ونضيف الصورة للبرنامج. بعد كده هنخش على أول فوتو، ونختار التصميم. وهتمشي على نفس الخطوات اللي هعملها ديت. أول حاجة هنفتح اللايتنج، ونزود الكونتراست، وبرضه هنزود الشادو، وهنقلل البلاك. بعد كده هنروح على أداة الكلر، وهزود الفايبرانس، وهضغط ضغطة مطولة على الصورة عشان أشوف النتيجة قبل وبعد. بعد كده هروح على أداة الإفكت، وهزود الديهاز. بعد كده هروح على أداة الديتيل، وهزود الشاربن. بعد كده هزود النويز ريدكشن، وهزود برضو الكالر نويز ريدكشن. ودي النتيجة قبل وبعد. بعد كده هضغط هنا عشان أحفظ التصميم.
ودي النتيجة النهائية قبل وبعد. طبعا الفيديو يستحق اللايك والشير من غير ما اقول. استنوا الفيديوهات الجاية هنتعلم فيها حاجات جديدة. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وبس كده، في امان الله.